بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة اللغة العربية الشاملة، أستاذ شعبان أحمد، أهلا ومرحبا بكم مع حل اختبارات نهائية للصف الأول الإعدادي. أولا، نص الاستماع اللي معانا بيقول: الضمير هو الشعور الداخلي الذي يوجه الإنسان إلى التمييز بين الصواب والخطأ، وهو بمثابة بوصلة أخلاقية تجعل الإنسان يختار الطريق الصحيح في حياته. إن الأشخاص الذين يتحلون بضمير حي يكونون مثالا يقتدى به في مجتمعاتهم، فهم يتجنبون الظلم ويسعون إلى العدالة بكل جوانبها. أصحاب الضمير الحي ليسوا أولئك الذين يتصرفون بشكل صحيح في وجود الناس فقط، بل هم أولئك الذين يتبعون القيم الإنسانية السامية حتى في غياب الأعين. يتسمون بالصدق والأمانة، من صفاتهم الصدق والأمانة، ويحرصون على احترام حقوق الآخرين حتى وإن كانت مصلحتهم الشخصية في خطر. هؤلاء الأشخاص يعطون أهمية كبيرة للآخرين ويراعون مشاعرهم، ويؤمنون أن أفعالهم مسؤولة أمام الله والمجتمع. لنأخذ مثالا على أصحاب الضمير الحي: الطبيب الذي يتعامل مع مرضاه بكل رحمة وعناية، ويضع مصلحة المريض فوق أي مصلحة أخرى. أو المعلم الذي يحرص على تعليم طلابه بشكل عادل ومنصف بغض النظر عن خلفياتهم أو أوضاعهم. هؤلاء الأشخاص لا يكتفون بتحقيق النجاح الشخصي، بل يسعون لتحقيق الخير للجميع. إن أصحاب الضمير الحي هم الذين يؤثرون في مجتمعاتهم بشكل إيجابي، وهم الذين يبنون أساسا قويا للعدالة والمساواة. هم من يسهمون في تقدم الأمم ويجعلون من العالم مكانا أفضل للعيش. أولا يقول لك هنا: يساعد الضمير الإنسان في التمييز بين الصواب والخطأ. نعم، الضمير فعلا هو الذي يساعد الإنسان بين التمييز بين الصواب والخطأ. الإجابة صحيحة. أصحاب الضمير الحي هم الذين يتصرفون بشكل صحيح في وجود الناس فقط. غلط طبعا، في وجود الناس فقط لا، يتعاملون سواء كانوا أمام أعين الناس أم بعيدا عن الناس. الإجابة خاطئة. من أمثلة الضمير الحي: أول حاجة الطبيب الذي يتعامل مع مرضاه. الطبيب الذي يتعامل مع مرضاه بكل رحمة وعناية، وكذلك المعلم أيضا. أصحاب الضمير الحي يؤثرون في مجتمعاتهم بشكل إيجابي. الضمير بوصلة أخلاقية، وضح ذلك من خلال فهمك للفكرة، حيث إن الضمير هو الذي يوجه الإنسان، فهو الذي يوجه الإنسان نحو الطريق الصحيح. بعد كده بيقول لك هنا: اكتب مقالا بحثيا عن الألعاب الإلكترونية مناقشا الآثار السلبية على الأطفال والكبار وكيفية التصدي لها. طبعا معرفة العنوان والمقدمة والموضوع والبحث. طبعا المقال بتاعنا طبعا العنوان بتاعنا اللي هنختاره هنقول الألعاب الإلكترونية. العنوان: الألعاب الإلكترونية وآثارها السلبية على الأطفال والكبار، على الكبار والأطفال، وكيفية التصدي لها. هذا هو العنوان. طبعا المقدمة بتاعتنا هنقول: أصبحت الألعاب الإلكترونية في عصرنا الحديث جزءا لا يتجزأ
جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية أو من حياة كثير من الناس خاصة الأطفال والمراهقين. ورغم ذلك إن لها بعض الفوائد، وخاصة إن لها بعض الفوائد مثل تنمية الذكاء وسرعة رد الفعل، فإن آثارها السلبية لا يمكن تجاهلها. وفي هذا المقال سوف نتناول أضرارها على الكبار والصغار. الموضوع: طبعا انتشرت الألعاب الإلكترونية بشكل كبير بسبب سهولة الوصول إليها عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب، ومع ازدياد عدد المستخدمين بدأت تظهر مشكلات صحية ونفسية واجتماعية. أولا، الآثار السلبية للأطفال، منها ضعف التركيز والتحصيل الدراسي، السلوك العدواني، العزلة الاجتماعية، مشكلات صحية مثل ضعف البصر والسمنة بسبب الجلوس الطويل دون حركة. ثانيا، الآثار السلبية على الكبار، إضاعة الوقت، الإدمان، فهو يستمر في اللعب لساعات طويلة، ومنها أيضا التوتر والقلق. كيفية التصدي لها: أولا، تحديد وقت للعب، اختيار الألعاب المفيدة، الرقابة الأبوية، تشجيع الأنشطة البدنية والاجتماعية مثل الرياضة والرحلات وغيرهم. أخيرا الخاتمة: إن الإفراط في استخدام هذه الألعاب الإلكترونية يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة، وعلينا أن نستخدمها بحكمة وتوازن بين الترفيه والواجبات اليومية والأنشطة المفيدة. آخر حاجة المراجع: كتاب التربية التكنولوجية، مقال أضرار الألعاب الإلكترونية، موقع الصحة النفسية. هذا هو المقال البحثي. بعد كده هنجي على موضوع: يا شباب العرب، لم يكن العسير يعثر على أسلافكم الأولين، كأن في يدهم مفاتيح من العناصر يفتحون بها. أتريدون معرفة السر؟ السر أنهم ارتفعوا فوق ضعف المخلوق فصاروا عملا من أعمال الخالق. غلبوا على الدنيا لما غلبوا في أنفسهم معنى الفقر ومعنى الخوف والمعنى الأرضي، وعلمهم الدين كيف يعيشون بالذات السماوية التي وضعت في كل قلب عظمته وكبرياءه، واختراعهم الإيمان اختراعا نفسيا علامته المسجلة على كل منهم هذه الكلمة: لا يذل حين يكون الفقر قلة المال، يفتقر أكثر الناس وتنخذل القوى الإنسانية وتهلك المواهب، ولكن حين يكون فقر العمل الطيب يستطيع كل إنسان أن يغتني وتنبعث القوة وتعمل كل موهبة. وحين يكون الخوف من نقص هذه الحياة وآلامها تفسر كلمة الخوف 100 رذيلة غير الخوف، ولكن حين يكون نقص الحياة الآخرة وعذابها تصبح الكلمة قانون الفضائل أجمع. هكذا اخترع الدين إنسانه الكبير النفس الذي لا يقال فيه انهزمت نفسه. يا شباب العرب، كانت حكمة العرب التي يعملون عليها: اطلب الموت توهب لك الحياة. والنفس إذا لم تخشى الموت كانت غريزة الكفاح أول غرائزها تعمل، وللكفاح غريزة تجعل الحياة كلها نصرا إذا لا تكون الفكرة معها إلا فكرة مقاتلة. هذا النص من كتاب وحي القلم للكاتب والشاعر مصطفى صادق الرافعي. أولا بيقول لك: ما معنى اللذة؟ المتعة ولا المنعة ولا السترة؟ اللذة هي المتعة. مفرد آلام أوجاع ولا راحة؟ يعني طبعا آلام طبعا مضادها راحة. مفرد المواهب الموهبة. ضع علامة الصح وعلامة خطأ. عصر العديد من الأشياء على أسلافنا الأولين. عصر العديد من الأشياء على أسلافنا، طبعا الإجابة خاطئة. هنا بيقول لك في بداية الفكرة: لم يكن العسير يعصر، تبقى هنا الإجابة يعصر على أسلافكم، الإجابة خاطئة. اطلب الموت توهب لك الحياة، هذه كانت حكمة العرب. اطلب الموت هي كانت حكمة العرب. اطلب الموت توهب لك الحياة، الإجابة صحيحة. بعد كده بيقول لك هنا: حدد نوع الراوي. الراوي هنا راوي خارجي.
الراوي هنا راوي خارجي، والراوي الخارجي هو الذي لا يشارك في أحداث القصة، يكون خارج القصة، يكون خارج القصة، يكون خارج القصة، لا يشارك فيها لشخصية، لكنه يعرف كل شيء عن الأحداث والشخصيات. غالبا ما يستخدم ضمير الغائب، ضمير الايه الغائب اللي هو وهي. هذا هو الايه هذا هو الراوي الخارجي. بعد كده النص المعلوماتي. أطلقت مايكروسوفت، طبعا مايكروسوفت دي شركة رائدة في مجالات البرمجة والتكنولوجيا، برنامج All for Earth، والذي يهدف إلى حماية كوكبنا من خلال استخدام علة البيانات، وتبلغ مدة البرنامج 5 سنوات وتكلفته 50 مليون دولار، حيث يقوم البرنامج بنشر خبرة مايكروسوفت التي تصل إلى 35 عاما في مجال البحث والتكنولوجيا في تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأربعة الرئيسية، اللي هي الزراعة، المياه، التنوع البيولوجي، وتغير المناخ. يقول لوكاس جوبا الذي يرأس برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض في مايكروسوفت: نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مغيرا لقواعد اللعبة في مواجهة التحديات المجتمعية الملحة وخلق مستقبل أفضل، وتعتبر القارة الأفريقية أفضل مكان يمكن من خلاله لمس التغيرات الجذرية للذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يؤدي التبني المبكر لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الزراعة والحفاظ على الموارد إلى تحقيق فوائد بيئية واقتصادية، وذلك انطلاقا من إتاحة القدرة على إدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل، ووصولا إلى رفع مستوى القوى العاملة. مرادف الملحة. الشيء الملح هنا معناه الإلزامية ولا الضرورية؟ الملح اللي هو الضروري، الملح يعني الضروري. مضاد الاصطناعي، حاجة مصطنعة عكسها حاجة طبيعية. جمع مجالات. يساعد الذكاء الاصطناعي في خلق مجالات، في خلق ايه رقم باء، في خلق مستقبل أفضل، مستقبل ايه أفضل. هنا بيقول لك هنا يساعد الذكاء الاصطناعي في خلق مستقبل أفضل، خلق مستقبل ايه أفضل. تعتبر القارة الإفريقية أفضل ما يمكن لمس التغيرات الجذرية لمين؟ الإجابة موجودة هي، للذكاء الاصطناعي. لازم نقرأ القطعة جيدا. بعد كده إلى ما يؤدي التبني المبكر لأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى ما يؤدي في مجالات مثل الزراعة والحفاظ على الموارد، يؤدي إلى إيه؟ إلى تحقيق فوائد بيئية واقتصادية. يبقى هنا يؤدي إلى تحقيق فوائد بيئية واقتصادية، فوائد بيئية وإيه واقتصادية. طبعا نسينا نحل هنا. استنتج الفكرة الرئيسية في النص، اللي هو نص مصطفى صادق الرافعي. طبعا الفكرة الرئيسية: يدعو الرافعي في مقاله الشباب العربي إلى العودة إلى القيم الأصيلة. يبقى هنا العودة إلى القيم الأصيلة، القيم الأصيلة التي تميز بها أسلافنا. يبقى العودة إلى القيم الأصيلة التي تميز بها أسلافنا، مثل الإيمان والشجاعة والكرامة والاعتزاز بالهوية. ويؤكد أن القوة الحقيقية تكمن في قوة النفس والإرادة، وليس في المال أو القوة المادية، كما يحذر من التأثر بالثقافات الغربية السلبية التي تهدد قيم المجتمع. هذه هي الفكرة الرئيسية ومضمون هذا الموضوع. النص الشعري: يا إخوتي نشأ المدارس. نشأ المدارس معناته طلاب المدارس، المدارس.
هذا بكر البلاد. بكر البلاد يعني فجرها وبدايتها، فجرها وبدايتها. فكرموه تكرموا يعني احترموا، احترموا، احترموا هذا اليوم، احترموا هذا اليوم. تكرموا أنتم، تكرموا إيه؟ تكرموا أنتم. سفر الحياة معناه كتاب الحياة أو قصة الحياة، قصة الحياة أو كتاب الحياة. الزمان معلم يعني يعلم الإنسان، يعلم الإنسان من خلال التجارب التي يمر التي يمر بها. ما يعقل الوحي يعني ما يدركه العقل، ما يعقل الوعي يعني ما يدركه العقل النبيل. يفهم يعني يستوعب ويعرف، يعني يستوعب يستوعب ويعرف. طبعا الشاعر في هذه الأبيات، الشاعر في هذه الأبيات ينادي طلاب المدارس ويقول إن هذا يومكم فجر الأمة ومستقبلها، فأكرموا هذا اليوم. نكرمه إزاي؟ بالتعلم والاجتهاد، تكرموا. ويطلب منهم أن يفهموا الحياة فكلها دروس، والزمن نفسه هو المعلم. ثم يقول لهم ماذا أقول لكم وأنتم ترون بأعينكم ما يجعل العقل الواعي يفهم ويدرك، فأنتم تملكون القدرة على الفهم والإدراك. هذا هو شرح الأبيات. بعد كده بيقول لك مرادف الوعي. الوعي معناتها الإدراك والفهم، نعم معناتها الإدراك والفهم، يبقى كلاهما صحيح. بعد كده مضاد الحياة، عكس الحياة الموت، عكس الحياة الموت. جمع المدرسة طبعا المدارس، عكس المدرسة المدارس. استخرج أسلوبا إنشائيا. عندنا يا إخوتي، يا إخوتي، يا إخوتي دي ده أسلوب إنشائي، نوع نداء، نوع نداء. إلى ما يدعو الشاعر؟ يدعو إلى الحرص، يدعو إلى الحرص على طلب العلم، يدعو إلى الحرص على طلب على طلب العلم. فهو طبعا بيحث طلاب المدارس ويقول لهم أنتم فجر الأمة ومستقبلها، فأكرموا هذا اليوم بالتعلم والاجتهاد تكرموا. بعد كده ناجي على النحو. إن المعلمين والمعلمات، إن بتنصب المبتدا وترفع الخبر. المعلمين اسم إن، طبعا إن بتنصب المبتدا، اسم إن منصوب بالياء، والمعلمات معطوف عليها. مدركون، طبعا إن هنا طبعا مدركون تبقى دي خبر إن مرفوع بالواو، خبر إن مرفوع مرفوع بالواو. بعد كده فهم عماد، هم طبعا ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وعماد خبر مرفوع، عماد خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. بعد كده العلم، بأهمية فضل العلم. العلم طبعا هنا مضاف إليه مجرور بالكسرة، مضاف إليه مجرور بالكسرة. استخرج فعلا ينصب مفعولين وحدد المفعولين. نقرأ بقى القطعة. إن المعلمين والمعلمات مدركون مسؤوليتهم لا محالة، وإن ظن بعض الناس دورهم. عندنا هنا ظن دي ده بينصب مفعولين، بينصب مفعولين. يبقى عندنا هنا ظن بينصب مفعولين. عندنا المفعول الأول دورهم، المفعول الأول دورهم. والمفعول الثاني بسيطا، المفعول الثاني بسيطا. ده المفعول الأول والمفعول الثاني. فعلا مبنيا للمجهول. فهم عماد المدارس والعملية التعليمية، ودورهم يساعدنا في تربية. فمتى يتكامل دور المعلمين؟ هنا تثمر. فعلا مبنية للمجهول عندنا تثمر العملية التعليمية، يبقى هنا تثمر.
طبعا هنا حدد نائب الفاعل اللي هو العملية. طبعا هنا نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع بالضمة. حالا وأعربه، حالا وأعربه، وينعكس ذلك على أبنائنا وبناتنا وهم إيه؟ وهم مؤمنون. يبقى حالا وهم مؤمنون. طبعا هنا حال جملة اسمية، جملة إيه؟ اسمية. نعتا وأعربه، نعتا وأعربه. عندنا هنا النعت، عندنا التعليمية. النعت هنا الايه؟ العملية التعليمية. يبقى النعت بتاعنا هنا التعليمية، العملية التعليمية. نعت مرفوع، نعت مرفوع بالضمة. اسما لحرف ناسخ. عندنا إن المعلمين، إن المعلمين. يبقى عندنا هنا المعلمين اسم إن منصوب بالياء، علامة نصبه الياء. بعد كده رأيت ذا الصفات، هنقول هنا رأيت ذا الصفات الجميلة محبوبا. هنا عندنا الصفات، عندنا ايه؟ الصفات. ذا الصفات قتل الأعداء الجندي. يحترم الطبيب دائما. طبعا تحترم الطبيبة دائما. من يرعى أبيه وهم ينال ثواب عظيم. أعد كتابة الجملة. من يرعى أبيه، من يرعى أبيه وأمه ينال هو ثوابا، مش ثواب عظيم، ثوابا عظيما، ينال ثوابا ايه؟ عظيم. حدثت مشكلة النقط في العمل. طبعا هنا كبرى، مشكلة كبرى في العمل. إلى هنا طبعا نكون قد انتهينا بفضل الله من حل هذا النموذج الذي إن شاء الله لن يخرج عنه الامتحان، وتستفادوا به إن شاء الله. وتابعونا على قناة اللغة العربية الشاملة. أستاذ شعبان أحمد، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.